أكدت الأشعة سلامة العضلة الأمامية لمحمد الشناوي وعدم معاناته من أي إصابات تؤثر على مشاركته في المباريات بعد شكواه من آلام خفيفة في مباراة جيبوتي الأخيرة. ياس ثورب المدير الفني الجديد للأهلي وعد الكابتن محمود الخطيب باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتحقيق أكبر قدر ممكن من البطولات. تصل زوجة ياس ثورب إلى القاهرة للاستقرار معه وتقديم الدعم في فترته الأولى مع الأهلي. أنهى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي إجراءات إقامة أسرة المدير الفني الجديد في القاهرة لتوفير الأجواء المناسبة له. جهز طبيب الأهلي تطعيمات الملاريا لياس ثورب وجهازه المعاون للوقاية من الأمراض المنتشرة في إفريقيا. يبدأ الأهلي في استقبال أفراد الجهاز المعاون للدنماركي ياس ثورب اليوم وغدا تمهيدا لتواجدهم في التدريبات القادمة. يغيب كريم فؤاد وأشرف داري وإمام عاشور وحسين الشحات عن الأهلي في مواجهة إيجل نوار لعدم تعافيهم من الإصابة مع شكوك حول لحاق أحمد رضا. يسافر الفريق يوم الخميس المقبل لبروندي لمواجهة إيجل نوار في ذهاب دور 32 من دور الأبطال. تم التنسيق مع اللاعبين الأجانب للعودة سريعا للقاهرة بعد انتهاء معسكرات منتخبات بلادهم لتجنب أي عائق في سفرهم لبروندي. كلف الكابتن محمود الخطيب الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بترأس بعثة الفريق المسافرة إلى بروندي. سيواجه إيجل نوار الأهلي يوم السبت المقبل في الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي لبروندي و4 عصرا بتوقيت القاهرة. أكد سفير مصر في بروندي حضور 20,000 مشجع على الأقل لمباراة الأهلي وإيجل نوار. يغيب ياس ثورب عن مران الأهلي الذي قاده عادل مصطفى بسبب عدم وصول جهازه المعاون، وسيكتفي بدراسة الملفات من مقر إقامته. سيقود ثورب التدريبات ابتداء من يوم الاثنين المقبل بعد عودة اللاعبين الدوليين. سيسلم عادل مصطفى المدير الفني الجديد تقريرا شاملا عن أهم نقاط القوة والضعف في إيجل نوار، والتي تشمل ضعف حارس مرماهم في الكرات العرضية. وصف أحمد بلال النجم الأهلي السابق ياس ثورب بأنه مدرب جيد ولديه مرونة في طرق اللعب، وطريقته المفضلة هي 4-3-3 ويحب الضغط من الأمام. أكد وليد صلاح الدين أن محمد الشناوي واحد من أكثر اللاعبين المتعاونين، وتم تفسير تصريحاته الأخيرة بشكل خاطئ. يثير تألق محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس تساؤلات جماهير الأهلي في ظل تذبذب مستواه مع الأهلي في الدوري. أعرب جراديشار عن امتنانه الكبير للنادي الأهلي الذي ساهم في تطور مستواه وجعله نجما أساسيا في منتخب بلاده. نفى الأهلي كل ما يثار حول توقيع أحمد عبد القادر على عقود التجديد للفريق لمدة 3 سنوات مقابل 100 مليون جنيه. نفى الأهلي كل ما يثار حول ضغط سيد عبد الحفيظ لإعادة هيثم عرابي لإدارة ملف التعاقدات مجددا. تعجب الأهلي بشدة من أنباء طلب المدير الفني الجديد التعاقد مع مصطفى محمد، وأكد أن الجهاز الفني مازال يتعرف على إمكانيات اللاعبين. أجل الأهلي الحديث عن الصفقات مع المدير الفني لما بعد سوبر المصري لمنحه فرصة لوضع يده على احتياجات الفريق. عرض الأهلي على ياس ثورب محمود الجزار مدافع البنك الأهلي الحالي، والذي يحق له التوقيع مجانا في يناير القادم.